حبيباتي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الأميرة بلقيس ترحب بكم. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو ديال وصفة جديدة ونادرة اللي هي عبارة عن سلاد ديال لوبرجين ديال الدنجال. عندنا هنا 5 الحبات ديال الدنجال، ممكن ديروا 4 أو 3 أو 7 صديبا. الدنجال كتكون هكذا كنقطعوها من الوسط ببطء بشويه بحذر باش هذه ما نضيعوش ليها هاد الودينه ديالها حيت داخله في لا ديكوراسيون. دونك ها هما غادي نسلقهم في الماء مملح. عندنا هاد لو بغان دو بيرسيل اللي هي قبيطه ديال المعدنوس زوين مغسول ونقي. عندنا خياره او زوج ديال لا ديكوراسيون حتى هما. عندنا 3 ديال فصوص ديال الثوم، الا كانوا كبار كنديروا 2، كانوا صغار كنديروا 3. عندنا سيترون هذا. عندنا لاصوص فينيغريت اللي غادي نديروا فيها الملح، ابزار، زيت الزيتون من الافضل، والخل. عندنا هنايا الحامض المسير اللي رقدته انا هذا في الدار. انا صوبته هذا قديته للطنجيه، ان شاء الله شي مره ندير وصفه ديال الطنجيه اللي مصوبه في البيت. هذا شهرين رقدته انا ماشي في الماء، رقدته في زيت الزيتون. ها هو زوين، بغيت يكون هنايا كحل على هكذا، ولكن كنستعمل منه في الطاجين. ها هو هذا. دابا غادي نسلق الدنجال في الماء المملح ونرجع لكم. هاني اخواتي، من بعد ما سلقنا الدنجال في الماء المملح سقطناه، كنقلبوه هكذايا باش ما كيتسقط. كنحطوه في الصحن ديال التقديم بحال هكذا، كنبسطوه شي شويه هكذا، كنبسطوه كيكون سقطنا مزيان من الماء. كنبسطوه شويه، انا ديجا الخيار ها هو نقيناه، الحامض المسير ها هو قطعناه بتي مورسو. دابا غادي ندوز لاصوص فينيغريت. كنجي كندير فيها قزبر، هذا المعدنوس ماشي قزبر، المعدنوس والثومه. كنجي كندير بسم الله، واحده ثانيه 3، ندير فيها 4 ديال معالق كبيره ديال زيت الزيتون. كندير فيها وحده كبيره ديال الخل، ولكن كنزيد فيها انا شويه ديال السيترون، معلقه او 2. سا ديبو، انا كنبغي لاصوص فينيغريت شويه ملحه. فوالا 2 معالق. دونك 4 المعالق زيت الزيتون او زيت الروميه ماشي مشكل. 2 معلقه ديال الخل ومعلقه ديال الحامض. كنديروا 4 معالق ديال الملح، لان ديجا هو سلقناه في الماء مملح. كنديروا 4 معالق صغيور. انا هاد القرعي دايره فيهم معلقه صغيورين ديال الابزار، وزيدون كتبقى العطريه ولا صوص فينيغريت على حسب لا سونتي ديال كل واحد وعلى حسب. بون انا جيت هنايا غادي نحرك هاد لاصوص فينيغريت باش تبان لكم. غادي نزيد فيها واحد شي شويه الزيت، بانت ليا. فوالا كنحركها. دابا هذا المعدنوس، الثومه، ولاصوص فينيغريت. لاصوص فينيغريت اللي هي فيها ملح وابزار، الزيت، فيها الخل، شويه الحامض. دابا غادي ندوزو نعمرو هاد الدنجالات. هما كتجي لذيذه بزاف وكلشي. كنعرفوا بان الدنجال كما قلت لكم مضاد للشيخوخه،
مزيان المصران الكبير كيحافظ عليه من الكونسير. مزيان الكلى كيحسن وظائف ديال الكلاوي، راه مزيان ليهم الدنجال. بهذه الطريقه راه كيجي لذيذ بزاف وسهل. هو مسلوق ومعمر بلا صوص وربيع الثومه، يعني ما فيش شي حاجه ميراكولوز، مي سي اون ريسيت كي اونيك وكتعجب الكل. يجي عنده شي ضيف يديرها لي فلوغ دوفغ، ولا يديرها مره او زوج في الاسبوع. اضعف الايمان كديرها مره في الاسبوع. كما قلت لك كتنقي الجسم من السموم. هذا راه الدنجال، هذا مزيان باذنجان مزيان. كينقي الجسم من السموم، كيحسن وظائف ديال الكلاوي، ومزيان انتي اوكسيدون، مزيان ضد الشيخوخه، ومزيان كيقاوم كونسير ديال لو كولون اللي هو المصران الكبير. يعني مزيان حنا بزاف كنجهلو هذا. بون دابا بعد ما درتي اسهل طريقه ها هي، كنجيو لهنا كنزوقوه بالسيترون حامض المسير، باش كنعطيو واحد المنظر زوين، كيجي غزال وبنين. هو كنقدروا ناكلوه بلا فورشيت، كوم نقدروا ناكلوه بالخبيز. انا كيعجبني ناكلوه بالخبز. فوالا سي تري بون ديكوراتيف، كيعجب الضياف، كيحمر الوجه الا جاوك الضياف. علي دنجال المزوق اللي هو هذا ماشي صعيب، سهل بزاف. كيجيو فيه هاد اللوينات كيسروا العين كتاكل قبل من البطن. نزيد واحد شويه ديال فوالا ناخذ دو صوص، وفرصه باش كناكلو الثومه خضراء اللي ما كان اكثر منا ما كيقدوش ياكلوا الثومه خضراء، مي هكذايا بهذه الطريقه هذه سي تري بون. نيزيتي با. فوالا كنجيو حتى لهنايا، كنقادو هنايا بهادو كنزوقو بهم. الا عندنا فراغ واسع كنحطو فيه واحد زويجات، الا عندنا مضيق كنحطو فيه وحده، ولكن في الغالب كنديرو جوج باش يكون ديكور هو هذاك، جوج دو شاك كوتي كيعطينا المنظر اكثر من رائع. بون كاين دو شاك كوتي عندنا هنايا. فوالا التقديم النهائي ديال لاصالاد ديالنا دوبرجين. سي تري بون، سي ديكوراتيف، كتحمر الوجه قدام الضياف، وصحيه اكثر منها، صحيه مفيده كما قلت لكم. المصران الكبير الكلاوي، وكتنقي لو كور الجسم كامل من السموم. هذه هي الوظائف ديال الباذنجان وعده وظائف اخرى. المهم انا اختصرت لكم وحطيت لكم هذا الوصفه باش تستافدوا منها من جميع الجوانب، وبصحتكم وراحتكم. الى اللقاء.